أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة الرشاقة. موضوع حلقة اليوم بعنوان الأسباب الغير معلومة للسمنة. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف في حلقة اليوم الدكتور أحمد محمد عبد الفضيل، دكتور العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة بجامعة جنوب الوادي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهارده 15 رمضان، طبعا كعادة الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، ولكن عزائنا الوحيد ان احنا في رمضان بنحاول ان احنا نقرب من ربنا على قد ما نقدر كذا، نعمل حلقة زي ما وعدت السادة المشاهدين نحاول ندي فيها نصايح للناس قبل شهر رمضان، ولكن للأسف الشديد نتيجة التزامي ببعض الأعمال فظروف حالة ان انا اقوم ان انا اعمل الحلقة دي، ولكن نحاول في الحلقة دي ان شاء الله على قد ما نقدر ندي نصائح فيما تبقى من الشهر الكريم ان شاء الله. في البداية يا دكتور، في حاجة مهمة نحب نوجهها للسادة المشاهدين في النص الثاني من شهر رمضان المعظم، هي الإرشادات العامة اللي ممكن يتبعوها لاستفادة أقصى استفادة من الشهر الكريم، يعني النص الثاني في أنهم يوصلوا لجسم رشيق ممشوق يقدروا يكملوا بيه بعد شهر رمضان. طبعا هو في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان بيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا بعض النصائح بيبقى سهل الالتزام بيها في اول 15 يوم. لو التزمنا بيها طوال الشهر الكريم الشهر بيعدي بكل سلاسه، ما بيحصلش المشاكل اللي بتؤدي الى حدوث زياده الوزن. طبعا في بدايه شهر رمضان بيبقى كلنا بنعاني من العطش الشديد، لذلك اول لما بتدق ساعه الفطار بنبتدي كلنا ان احنا نجري على الميه والمشاريب وهكذا، فالكلام ده بيحول ان احنا ناكل كتير. تمام. مع مرور الشهر بيبتدي يحصل لجسمنا تأقلم على مرحله العطش دي، فبننسى طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه: من وجد منكم تمرا فليفطر عليه، فمن لم يجد فليفطر على الماء فانه طهور. موضوع التمر او الميه ده بيبقى ضروري جدا بالنسبه للصائم، لان لما بتيجي تقارن ما بين اتنين، واحد فطر على تمر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والتاني فطر دخل على الاكل التقيل على طول زي الرز والمكرونه او النشويات والاكل المليء بالكربوهيدرات والدهون وهكذا. اخينا اللي فطر على التمر دوت زي ما حضرتك عارف السكر اللي في التمر ده سكر احادي، وبالتالي بيوصل للدم في خلال نص ساعه بالكتير، يحصل انتعاشه في المخ وفي اعضاء الجسم الداخليه، وبالتالي بيحس بنشاط رهيب اذا كان هيأدي شغله او اذا كان هيحاول يصلي التراويح وهكذا. عكس التاني او الصائم التاني اللي هو بيفطر الاكل التقيل على طول، بيحس بتخمه لمده ساعه ونص ساعتين بعد الاكل، ما بيقدرش ان هو، والكسل طبعا ما بيقدرش ان هو يقوم بالاعمال بتاعته الروتينيه العاديه. طب يا دكتور، في ناس دايما مقوله مشهوره قوي ان في السمنه هي ليها انواع وليها اشكال. طيب تمام؟ انا بس عاوز ان انا اكمل بقيه النصائح بتاعه شهر رمضان وبعدين نتكلم في الموضوع بتاع حضرتك ده، بس ايه لان تمام. شهر رمضان لسه باقي منه. تمام. في طبعا نقطه ثانيه بنحب نركز عليها ونقولها للحالات باستمرار، اللي هي ميعاد الفطار وميعاد السحور، لان في طبعا بعض الحالات ما بتلتزمش بالمواعيد دي.
الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا برضو قال، ودي طبعا انا بتعمد ان انا اقول احاديث الرسول لان دي فيها شيء من الاعجاز العلمي. عدت 1400 سنه ولا زلنا بنكتشف ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والنصائح اللي اداها لنا علميا مثبته وعلميا صحيحه جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بيقول لا زالت امتي بخير ما عجلوا في الفطور واخروا في السحور. ضروري جدا ان وجبه الفطار تبقى بعد اذان المغرب على طول، وجبه السحور تبقى قبل اذان الفجر على طول. لما نباعد ما بين الوجبتين دول بندي فرصه للجسم ان هو يحرق الاكل اللي اتاكل، عكس لو حد مثلا فطر بعد المغرب وجيت سحر الساعه 12، او لو جه فطر بعد اذان المغرب وجه ما تصحرش خالص. طبعا دوت بيخلي سواء اللي ما تصحرش او سواء اللي سحر بدري ما بيديش فرصه للجسم ان هو يحرق، وايضا اللي ما بيتصحرش دوت ما بيديش فرصه للجسم ان هو ياخد احتياجاته، وبالتالي ما بيقدرش ان هو يؤدي على مدار اليوم. طيب هي دي النصائح العامه اللي حضرتك بتحب توجهها للساده المشاهدين؟ بحب ان انا اركز على نقطتين. وللاسف الاغلبيه العامه ممكن بيعجلوا في الفطور في بنسبه، يعني هقول لحضرتك بنسبه 80%، وده حاجه شبه مؤكده ان هم ما بيتسحروش اساسا. لكن موضوع السحور ده بيبقى فيه مشكله بالنسبه للناس كتير، لذلك انا بحب اكد على النقطه دي لان هي مهمه جدا. هو طبعا التاكيد ان هي السحور هي وجبه رئيسيه اللي يقدر بيها يكمل الشخص وجبه حياته. رئيسيه لا غنى عنها. وكمان بنحب في وجبه السحور يكون الغذاء اللي فيها متكامل، يعني لازم أن تكون فيها جميع العناصر الغذائيه، سواء بروتين او سواء نشويات او سواء حتى الدهون. بنحب ان احنا نضيف على وجبه السحور الدهون الغير مشبعه اللي هي الغير ضاره. ليه انا بقول وجبه السحور تكون وجبه متكامله؟ لان كل عنصر غذائي بياخد وقته على ما بيتهضم. النشويات بتوصل للدم بعد ساعه ونص ساعتين، تمام؟ فالجسم ياخد طاقته في اول ساعتين من النشويات اللي احنا كلناها في السحور او الكربوهيدرات. البروتين بيبتدي ان هو يتهضم بعد 4 ساعات، يعني لو كان السحور فيه سواء بيض او سواء فول او هكذا، بيبتدي ان هو يوصل يمتص في الدم بعد 4 ساعات. يعني بعد ساعتين خدت طاقتي من الكربوهيدرات، بعد 4 ساعات خدت طاقتي من البروتين. طب بعد 4 ساعات هجوع بقى خالص؟ لا، لو كان على الوجبه مثلا شويه زيت زيتون او زيت افوكاتو او الزيوت الغير مشبعه زي ما قلت لحضرتك، بتبتدي ان هي توصل للدم بعد من 8 ل 10 ساعات، فيبتدي الجسم على مدار اليوم طول فتره الصيام حاسس ان هو فايق ومش حاسس بمشكله مع الصيام. طيب هي بالنسبه لوجبه السحور، هل حضرتك بتنصح الساده المشاهدين ان هو طبعا بيبقى السحور بيعقبها صلاه الفجر؟ تمام. وبقى في الغالب في ناس كتيره ما بيصحوش بعد كده بيكملوا نوم. لا طبعا. فهل دي طبعا اكيد بيبقى فيها مشاكل ولا؟ بص زي ما بقول لحضرتك رمضان شهر للعباده وللعمل. فكره ان انا انام بالنهار واصحى بالليل، انا كده مش هحس بحلاوه رمضان. دي نقطه. النقطه الثانيه، مش هستفيد بالنسبه لبعض الناس بتحب تستغل شهر رمضان في علاج السمنه او في عمليه التخسيس عموما. لو انا قضيتها نوم طبعا خصوصا في فتره الصيف، الفتره اللي ما بين المغرب والفجر فتره قليله جدا جسم مش هيلحق يحرق فيها، فرصتي علشان الجسم يحرق اللي هي فتره نهار رمضان. هل حضرتك بتنصح الساده المشاهدين ان هو يتناول وجبات غذائيه ما بين الفطار والسحور كانها وجبه شبيهه بانها وجبه الغداء ولا؟ طبعا لازم الفتره، لا بتبقى حسب بقى كل حاله زي ما هنتكلم قدام شويه في الحلقه. كل حاله بتختلف عن الحاله الثانيه، ولكن طبعا ما ينفعش ان الجسم يقعد فتره طويله من غير اكل. بنحب ان احنا ندي سناكس ما بين الوجبات. السناكس دي بتختلف من حلقه للثانيه زي ما هنسرد ان شاء الله خلال الحلقه. طيب يعني بناء على في تقسيمه كده الناس ابتدوا يقسموها بالنسبه لانواع واشكال الاجسام المختلفه. بالنسبه لموضوع السمنه، حضرتك في البدايه هتعرف يعني ايه سمنه الاول للساده المشاهدين، لان انا شايف ان هي في عدم فهم دقيق لي يعني ايه سمنه. ده رقم واحد. انواع واشكال الاجسام المختلفه اللي هي المناطق اللي بيكون فيها زياده من السمنه، فبقوا يشبهوها بحاجات معينه، يعني سواء ثمار فاكهه او على حسب التقسيم. خلينا نتكلم عن الموضوع ده باستفاضه شويه. هو مع احترامي لحضرتك، السؤال اللي هو انواع الاجسام والنظام الغذائي المناسب لكل رجيم، الموضوع ده مالي شبكات التواصل الاجتماعي، مالي صفحات الانترنت، ونتيجه قله الرقابه على البرامج التلفزيونيه اللي بتتعمل والناس اللي بتكتب على صفحات النت دي بتبقى غير متخصصه، فاي حد بيطلع يكتب اي كلام. الكلام ده بيبقى غير مثبت علميا. يعني انواع الاجسام والرجيم المناسب لكل جسم دي بيوحي للمستمع ان لو واحد مثلا جسمه زياده في منطقه البطن هديله رجيم هيخسس له البطن، لو واحد زياده في منطقه الدراعات هديله رجيم يخسس له الدراعات، وهكذا. طبعا الكلام ده غلط بالمره. زي ما حضرتك عارف ان السمنه عرض وليست سبب، ولكل عرض سبب.
علشان اشتغل صح لازم اعالج السبب. لو انا ما عالجتش السبب بتاع السمنه يبقى انا كده ما عملتش حاجه، او انا كده ما بشتغلش صح. احنا ممكن في الحلقه دي طبعا اسباب السمنه علشان نتكلم عنها باستفاضه، والعلاج بتاعها هتاخد لها ولا 13 14 حلقه بالميت. فاحنا ممكن في الحلقه دي ناخد سبب واحد. السبب دوت معظم الناس بتتعامل معاه بطريقه غلط، وهنقول بتتعامل معاه بطريقه غلط ازاي، ونتكلم عليه بالتفصيل الممل، ونشوف السبب ده ايه اللي بيؤدي الى حدوثه والمشاكل اللي بتؤدي له، وازاي نعالج كل مشكله من المشاكل دي. هي بس استاذن حضرتك، هي يعني حضرتك قلت ان الحته دي غلط. تمام. حته مفهوم ان السمنه وفي انواع واشكال معينه للسمنه ده مفهوم خاطئ، وحضرتك اثبتت ان هو مفهوم خاطئ. تمام. حضرتك ممكن توضح ليه؟ يعني في ناس بيشبهوا مثلا السمنه في انواع طيب في اشخاص معينه بالكمثرى. خليني مثلا اقول لحضرتك، لا هو طبعا التقسيمه دي صح، بس مفيش حاجه اسمها رجيم يخسس الجسم اللي على شكل كمثرى، ومفيش رجيم يخسس الجسم اللي على شكل تفاح. احنا زي يعني خلينا نقول بالبلدي كده، مفيش حته او منطقه في الجسم على راسها ريشه. بمعنى ايه؟ انا ابتديت امشي على نظام رجيم او نظام غذائي مناسب للجسم بتاعي، الجسم هيبتدي يحرق. اشمعنى المنطقه اللي في البطن هي اللي هيحرق منها، او اشمعنى المنطقه اللي في الارداف هي اللي الجسم هيحرق منها؟ زي ما قلت لحضرتك مفيش حته على راسها ريشه، عاوزين نخلي بقى الحته اللي انا عاوز ازود الحرق فيها دي على راسها ريشه. بمعنى ان انا لو مش على نظام غذائي الجسم هيحرق كله بالطول، زي ما البطن هتخس الوش هيخس الدراع هيخس، وده طبعا بيبقى غلط بالمره، خصوصا للحالات اللي بيبقى عندها سمنه موضعيه. فبنحتاج ان احنا نزود الحرق بطرق تانية كتير، وبطرق تانية بتختلف من حاله لحاله في المنطقه اللي انا عاوز اسرع الحرق فيها. يعني زي مثلا واحد عنده سمنه موضعيه في منطقه البطن، هل ينفع امشيه على نظام غذائي بس؟ لا طبعا، مستحيل. لازم امشيه على نظام غذائي واعمل له حاجه موضعيه على البطن. الحاجه الموضعيه دي ممكن تبقى تمرينات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ممكن تبقى جلسات بانواعها الكتير، سواء جلسات كافيتيشن او سواء جلسات كرايوثيرابي او سواء حقن الميزوثيرابي. الحاجات دي كلها بتسرع الحرق في المنطقه دي وتخليها تنزل اسرع من الجسم، وهو المطلوب. لكن ان انا ادي نظام رجيم زي ما بنشوف على صفحات التواصل الاجتماعي يقول لك نظام رجيم هيخسس البطن، الكلام ده غير عاري تماما من الصحه. لا، متهيألي البطن ده هي تدريبات رياضيه بحته في المقام الاول. متهيألي يعني هي طبعا تمرينات بحته. طب سي مثلا واحد جه عنده مشكله في الظهر ومش هيقدر يلعب تمرينات، واحد سنه كبير ومش هيقدر يلعب تمرينات، يبقى العلاج الموضوعي خلاص هنسيبه. يبقى العلاج الموضوعي. واحد مكسل يلعب تمرينات، والتمرينات دي بيبقى فيها مشكله طبعا، زي ما حضرتك بتشوف لعيبه الكوره او اي انسان رياضي لما بيجي يبطل الرياضه او يبطل التمرينات عموما، ايه اللي بيحصل؟ العضلات بتاع الجسم بتريح، فبتلاقيه بيملى اكتر من الاول. زي ما حضرتك بتشوف لعيبه الكوره عندنا في مصر ما شاء الله عليهم، اول لما بيعدي مرحله الاعتزال خلاص واقف اللعب، فطبعا غصب عنه لازم وزنه هيزيد. فلذلك التمرينات دي بتخلي تثبيت الجسم، عمليه التثبيت صعبه جدا، فاحنا بنلجا لها للضروره القصوى. بنعتمد على الحاجات الموضعيه اكتر منها تمرينات، والتمرينات برضو بنعتمد عليها ولكن ما بنعتمدش عليها اعتماد تام. طيب التقسيمه دي يمكن هنتركها جانبا يعني، انما في تقسيمه تانية بناء على الغدد. يعني في يقول الجسم النخامي، الجسم الدرقي. طيب خليني بقى اكلم حضرتك عن الموضوع ده بالتفصيل وباستفاضه. احنا قلنا هنتكلم عن السبب، يعني هنتكلم عنه مفصل جدا في الحلقه دي ان شاء الله. انا بس عاوز اعرف قدامنا وقت قد ايه علشان اعمل حسابي. لا لسه طيب براحتنا يعني. طيب هنتكلم عن سبب حاجه اسمها شهوه الجوع. في فرق ما بين ان انسان يحس بالجوع وانسان يكون عنده شهوه للجوع، او خلينا نقولها حاجه اسمها هنجر وحاجه اسمها كريفنج. يبقى هو حضرتك يعني انا السؤال اللي كنت بساله على الاشكال والانواع بالنسبه للغدد هنجيله ما انا عارف، بس ايه الساده المشاهدين بس عشان يكونوا متابعين معانا ان حضرتك هتجاوب السؤال ده هنجيله بالاسباب الغير معلومه للسمنه، اللي هو من ضمن الاسبابها يكون الغدد دي. زي ما كنا بتكلم مع حضرتك في فرق ما بين الجوع وشهوه الجوع. يعني ايه الجوع وشهوه الجوع؟ الجوع او الهنجر دوت واحد كل الوجبه بتاعته، بعد 6 ساعات الوجبه امتصت او اتهضمت وبطنه فضيت، فيبتدي يحس بالجوع. ده احساس طبيعي خالص، مفيش فيه اي مشكله. تمام. اما بقى الكريفنج او شهوه الجوع دوت ان انا ابقى واكل ما عداش على ميعاد اكلي ساعه ولا نص ساعه وابتدي احس بالجوع، ده اللي يعمل لي مشكله السمنه. طيب احنا بنبص على الكريفنج او شهوه الجوع دوت على اساس ان هو سبب، هو اي نعم سبب، ولكن تحته اكتر من 10 اسباب.
لو خدناها بالتفصيل وعرفنا علاجها ممكن ناس كتير من او حالات كتير من الحالات اللي هي بتعاني من مرض السمنه ومتابعه مع بعض الغير مختصين وبتقابلهم مشكله في عمليه الحرق، يقدر هو من نفسه يعرف المشكله اللي بيعاني منها والسبب، ويبتدي ان هو يحلها بكل بساطه، ويبتدي ان هو يرجع حرق جسمه تاني. من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث شهوه الجوع اسباب فسيولوجيه واسباب بيولوجيه. ايه اللوغاريتمات اللي انا بقولها دي؟ طب نشرحها بالتفصيل. يعني ايه اسباب فسيولوجيه؟ يعني واحد مثلا ابتدى ان هو ياكل الوجبه بتاعته، وبعد ما كان نزل عدى على مطعم من المطاعم اللي موجوده الجميله عندنا، ريحه المشوي وريحه الفحم والدخان ابتدت ان هي تعدي من مناخيره توصل لمخه، فابتدى يطلع من المخ عنده هرمونين، هرمون اسمه السيروتونين وهرمون اسمه الدوبامين. الاثنين هرمونات دول بيخلوه يحس بالسعاده، وبيخلوه من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتهم ان هو يحس بالجوع، فيبتدي يحس ان هو عاوز ياكل في نفس الوقت اللي هو ايه لسه واكل وهو مش جعان اصلا، فدي بنقول عليها شهوه الجوع. طب حضرتك هي مش صعبه شويه؟ يعني انا اكون اصلا المعده عندي مليانه، يعني مليانه واكل كويس وشارب ميه، وان برضه احس بالجوع؟ يعني لا ده مش ما هي اي نعم هي حاجه هرمونيه، بس حاجه هرمونيه وبتختلف من انسان للتاني. في واحد بيتعامل مع موضوع شهوه الجوع ده صح وعود نفسه من صغره، زي ما هقول لحضرتك احنا بنكلم الناس اللي عندها مشكله وبتعاني من شهوه الجوع، وهنبتدي ندي لها العلاجات. لما تاخد العلاجات دي خلاص بتتغلب على المشكله دي. في انت بتحرك بتقول مثلا واحد زي حضرتك مثلا ايه ما بتحسش بالشهوه دي لما بتبقى واكل وتيجي تشم ريحه اكل حلو كده، حضرتك تعاملت مع الموضوع من زمان بطريقه صح، وبالتالي حضرتك ما عندكش المشكله دي. تمام. قلنا برضو من ضمن الاسباب الفسيولوجيه اللي بتؤدي الى حدوث شهوه الجوع، احنا قلنا حاسه الشم وحاسه النظر. بمعنى ان انا دلوقتي برضو نفس قصه حاسه الشم هي بالظبط حاسه النظر، وانا لسه واكل وجيت وشفت قدامي وليمه دي كرومي او ده كربط محشي وجنبه صينيه مكرونه بالبشاميل، ابتدت حاسه النظر عندي تبعت اشارات للمخ تقول ده في اكل شكله مغري، يبتدي المخ برضو يطلع هرمون السيروتونين والدوبامين يحسسوني بالسعاده، ومن ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتهم ان هي تؤدي الى حدوث ايه؟ شهوة الجوع. طيب عرفنا كده مشكلة من أسباب أو سبب رئيسي من الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث شهوة الجوع. طيب إزاي نتغلب على المشكلة دي؟ للأسف الشديد معظم الناس بتعالج المشكلة دي بطريقة غلط. بمعنى أول حاجة في مثل أجنبي، أنا مش عارف بصراحة هو أصله أجنبي ولا أصله عربي، ولكن هو المثل بيقول out of sight out of mind. أنا بسمعه بالعربي هنا بيقول لك البعيد عن العين بعيد عن العقل والقلب. يعني انا بحاول الناس اللي بتعاني من المشكله دي، احنا قلنا اوت اوف سايت اوت اوف مايند، نبعدها عن اي حاجه فيها مغريات، وبنحاول ناكد على المتزوجين والابهات والامهات اللي اولادهم بتعاني من موضوع السمنه، نراعي شعورهم في حته ان انا عاوز اعمل اكل بلاش هو في البيت. الروائح والحاجات الجميله دي بتخليه بيتقطع من جوه، فاحنا نحاول نراعي الموضوع ده. الادلت او البالغين اللي هم بيعاني من الموضوع دوت، ما حبكتش ان انا امشي من الشارع اللي فيه مطعم فيه اكل ريحته حلو، ما حبكتش ان انا اعدي من قدام عربيه الكبده اللي هي بتبقى الريحه بتاعتها ملهاش حل وتخليني احس بشهوه الجوع واجي في الاخر انهار واكل. يبقى احنا قلنا اول علاج من العلاجات بتاعت شهوه الجوع ايه؟ اوت اوف سايت اوت اوف مايند، البعيد عن اللي يبقى انا ابعد باي طريقه. دي صعبه يا دكتور. ممكن. طيب حصلت المشكله وابتديت ان انا اقع في خلاص تعرضت خلاص لشهوه الجوع نتيجه الحاجات الفسيولوجيه اللي هي حاسه الشم او حاسه النظر اللي انا قلت لحضرتك عليها. بنعمل حاجتين، حاجه اسمها بورشن كنترول او اتحكم في الكميات اللي داخله لي، وبيقول لك في حاجه ثانيه مهمه لازم نعرفها اللي هي بيقول لك دايتري ريستريكشن ميك ذا كيز وورس. يعني ايه؟ يعني لو انا جاع واحد بيمر بنقول عليها الابيسود او الحالات يعني اسمها ايه؟ نتيجه لخلل في غدد معينه ولا بيمر بال يعني المرحله اللي هي جات له بتاع، يعني واحد خلاص حس بشهوه الجوع، فبيبتدي ان هو نعمل معاه ايه؟ نديله حاجه اسمها بورشن كنترول، حاجات بسيطه، وما نعملوش دايتري ريستريكشن. يعني لو انا جيت
منعته خالص من الحاجه كميات دي قليله من الاكل اللي هي بتخليه لا. يعني يحس باللذه بتاعتها، وفي نفس الوقت ان انا يعني ان ممتاز انا بديله كل ممتاز حاجه بس بكميات قليله. ممتاز. هو بيقول لك دايت ريستريكشن ميك ذا كيز ورس، يعني لو انا حرمته خالص اخلي حالته تسوء واخلي مرحله الانهيار بتاعته تبقى اسهل. يعني مرحله الانهيار يعني واحد هيفضل يقاوم 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 ويجي في لحظه ما يقدرش فيجي يدبها مره واحده. ودي دي من اكتر الحاجات اللي احنا بنخاف ان هي تحصل مع مرضى السمنه. فاحنا اول حاجه ما نحرموش، لا نعمل له حاجه اسمها بورشن كنترول، يعني نديله كميات بسيطه. يعني واحد مثلا نفسه راحت للشوكولاته نديله بدل ما نديله قالب شوكولاته كبير لا نديله حته واحد نفسه راحت للكيكه نديله قطعه كيكه بسيطه، وهكذا. نبتدي ان احنا بيدي رغباته بس على القد، على مستوى صغير. في حاجه برضو عاوز اتكلم عنها، يعني هي دي تعتبر انسب وقت ان انا اتكلم عنها في الحلقه، حاجه اسمها ان احنا نعمل فود سواب، او ان احنا نغير طريقه الاكل بتاعنا بالنسبه للناس اللي بتعاني من موضوع الكريفنج او شهوه الجوع دي. ودوت نداء طبعا لمعظم ستات البيوت بتوعنا. اسهل حاجه بالنسبه لست البيت ان هي تعمل الاكل طعمه حلو، تمام. اصعب حاجه ان هي تعمله طعمه حلو باقل كميه دهون. ده الفن بقى، الفن في الطبخ. مهم جدا برضو في الموضوع ده ستات البيوت ان هي تركز على الحته دي، طريقه الطبخ، كميات الدهون اللي محطوطه في الاكل. في طرق على فكره، في واحد بسمع كتير ستات بيوت تيجي تقول لي ازاي الحاجه هيبقى لها طعم يا دكتور؟ يعني ازاي انت بتقول لي احط زيت زيتون او زيت ذره؟ بس حضرتك بتطلب كده المستحيل من لا مش مستحيل ولا حاجه، مش مستحيل. طب انا هقول لك على حاجه، انا اول لما اتجوزت كنت بعاني من الموضوع ده. وبعدين مره في مره زوجتي ما شاء الله عليها دلوقتي انا نفسي والله العظيم تطلع، يعني ما شاء الله ما شاء الله، انا مش بقول كده شهادتي فيها مجروحه، ولكن هي لو طلعت ممكن تدي حلقات ازاي تعمل اكل الرجيم وطعمه ممتاز. انا دلوقتي ما بقتش يعني الاكل اللي بيبقى مليء بالدهون والله العظيم انا بقيت نفسي بتجزع منه. ودوت الشيء الطبيعي، هتبقى حاجه طبيعيه لاي حد هيبتدي ان هو يعمل فود سواب او يبتدي ان هو يغير طريقه الطبخ. يعني لو ستات البيوت كلها عملت كده، بعد كده لما تيجي تعمل لجوازاتها او لاهاليها او لاولادها اكل دسم هيبتدي ان هو مش قادر، يعني منظر الاكل الدسم مش هيستهويه بعد كده. فاحنا بنقول ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل. حضرتك عاوز تربط ما بين حاجتين، اكل صحي، اكل صحي وتقليل. على فكره الاكل الصحي بيقلل من وحاجه اسمها بورشن كنترول، اللي هي حاجه بنقول عليها كنا خدناها في الجوده واحنا بندرس جوده. بيقول لك ان انت تعمل لين مانجمنت. لين مانجمنت يعني ايه؟ يعني ان انت توصل للهدف بتاعك باقل تكلفه. يعني انا مثلا ممكن ابني كوبري، تمام، ممكن علشان ابني الكوبري ده اكلفه 5 مليار جنيه، وممكن ابني نفس الكوبري بنفس الامكانيات واكلفه 2 مليون جنيه. ممكن اعمل عزومه ل 30 شخص، انا كده عملت لين مانجمنت. انا برضو وانا بعمل الاكل ممكن ان انا اعمل الاكل طعمه جميل جدا واحط عليه نص صفيحه زبده ويطلع طعمه ممتاز، وممكن اعمل نفس الاكل ويطلع طعمه احلى واحط عليه معلقه زيت زيتون او زيت ذره او حته زبده نص معلقه، حاجه لا تذكر. ده اللي انا بطلب ان ستات البيوت ان هي كلها تعمله وتبتدي تتعلم طرق الطبخ الحديثه اللي هي اكلات الرجيم. ما شاء الله في بتابع انا برامج كتير بتبقى ابتدوا يركزوا فيها على طريقه الاكل الرجيم اللي بيبقى طعمه جميل وممتاز وهكذا. ستات البيوت كلها لو عملت الطريقه الجديده اللي هي اللين مانجمنت اللي احنا بندرسها دلوقتي في الجوده دي في الاكل هتفرق كتير معاهم. بس هو في جزء معين بالنسبه للجزء الخاص بشكل الجسم المبني على اللي هي ميس فانكشن او عدم شغل غدد معينه في الجسم. طيب خليني برضه ده يتعالج ازاي؟ ما هي هنا العمليه احنا الشخص ده هو ما عندوش كنترول على الغده دي. حلو قوي. فهياكل وفقا للمشكله ده هياخدنا للسبب الثاني من الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث شهوه الجوع، اللي هي الاسباب البيولوجيه، اللي هي الاسباب اللي هي ملناش دخل فيها وازاي نعالجها. من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث شهوه الجوع عند ناس كتير حاجه اسمها نقص في عناصر غذائيه معينه. استاذنك هنكمل الاسباب ديت ولكن بعد الفاصل. انتظرونا. رمضان جانا وفرحنا
نامه بعد غيابه وبقاله زمان. رمضان جانا، رمضان صحة، رمضان جمال. حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان. رمضان جانا، رمضان صحة، رمضان جمال. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مره اخرى. برحب بالدكتور احمد محمد عبد الفضيل، مدرس العلاج الطبيعي بجامعه جنوب الوادي. حضرتك وصلنا في الجزء الثاني للاسباب البيولوجيه للسمنه. لسه هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله على الاسباب البيولوجيه اللي تؤدي الى حدوث شهوه الجوع. احنا كنا طبعا خلصنا من الاسباب الفسيولوجيه اللي هي بتتركز في حاسه الشم وحاسه النظر،
وعرفنا ازاي نعالج المشكله دي لما بتحصل شهوه الجوع. بعد كده من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث شهوه الجوع عند كتير مننا نقص بعض العناصر الغذائيه المعينه. وخلي بالك المعلومه دي مهمه جدا بالنسبه لناس كتير، وانا متاكد ان هي هتعجب كتير من الساده المشاهدين، لان هم بيعانوا من الموضوع دوت وهم مش واخدين بالهم. احنا ممكن عن طريق شهوه الجوع اللي بتيجي لبعض الناس نفسه بتروح لايه نقدر نستنتج او نشخص هو عنده نقص في عنصر غذائي معين. بمعنى ناس مثلا لما بتجوع او تجي لها شهوه الجوع تقول لك انا عاوز اكل عيش بكميات رهيبه، واحد تاني يجي يقول لك انا عاوز اكل حاجه حادقه، واحد تالت يجي يقول لك انا عاوز اكل شوكولاته، واحد رابع يجي يقول لك انا عاوز اشرب بيبسي، واحد خامس يجي يقول لك انا عاوز مثلا اكل حاجه مملحه، وهكذا. الحاجات دي كلها بتفرق بتفرق طبعا كتير. ازاي؟ اللي نفسه بتروح للعيش دوت بيبقى اكيد بنسبه 99% عنده نقص في عنصر النيتروجين والكروميوم. تمام؟ اللي عنده اللي نفسه بتروح للحاجه الحادقه ده اكيد عنده نقص في عنصر الكلورايد. طب هو بس في استفسار عن الحته دي. انا عندي نقص عنصر معين. حلو. تمام. فبناء عليه في وجبه معينه كده بحب اكلها بكميه كبيره. في النظام. اتفضل. ماشي. طب انا المفروض اما باكل ديت بيوصل عندي العنصر الناقص ده، المفروض ان هو بيحس ان هو بيكتمل، ولا هو ده بيكون وصلتك غلط؟ في جين اكسبريشن مسؤول ان هو كويس ان حضرتك سالت السؤال ده عشان نصحح المعلومه. مش معنى ان نفسك بتروح للعيش يبقى انت العيش دوت هو العنصر او هو الحاجه الوحيده اللي مليئه بالنيتروجين. لا، في حاجات تانية اقل ضررا واقل سعرات من العيش وبتبقى مليئه بالنيتروجين، ممكن ادخلها لك في الوجبه تحسسك بالشبع، وفي نفس الوقت تملا النقص اللي عندك في العنصر الغذائي دوت، وفي نفس الوقت تعالج موضوع شهوه الجوع عندك. بمعنى اللي عنده نقص في النيتروجين دوت ونفسه بتروح للعيش، لو انا اديته نيتروجين وظبطت له النقص في العنصر الغذائي دوت هبتدي ان انا اعالج شهوه الجوع، مش هيحس تاني بشهوه الجوع. اللي نفسه بتروح للشوكولاته دوت بيبقى عنده نقص في المغنيسيوم. طبعا معظم الناس لما تيجي تبقى متضايقه او تيجي لها شهوه الجوع يقول لك انا خلاص لازم هاكل شوكولاته بكميات دوت. معظم الحالات دي بيبقى عندها نقص في المغنيسيوم. اللي نفسه بتروح للمشروبات الغازيه دوت بيبقى في الغالب عنده نقص في الكالسيوم. طيب اللي عنده نقص في النيتروجين والكروميوم دوت ممكن نديله ايه؟ ممكن نديله مثلا طماطم تبقى فيها كروميوم، ممكن نديله بصل، ممكن نديله زيتون، واخد بال حضرتك؟ ممكن نديله مكسرات نيه، ممكن نديله حبوب كامله. كل الحاجات دي بتبقى مليئه بالنيتروجين، وفي نفس الوقت تعوض النقص في النيتروجين اللي عنده وتعالج عنده موضوع شهوه الجوع. اللي عنده نقص في المغنيسيوم دوت نفسه فكرني كده حضرتك مصحصح معايا ولا دوت؟ المغنيسيوم ده بتاع ايه؟ شوكولاته. يبقى اللي عنده نقص في المغنيسيوم دوت ممكن نديله حاجات تانية زي الكاكاو الني، ممكن نديله حاجات تانية زي البروكلي وهكذا، واخد بالك؟ اللي عنده نقص في الكالسيوم ممكن نديله ايه؟ طبعا منتجات الالبان بكل انواعها. وبكده ان انا عالجت النقص في العناصر الغذائيه اللي عنده، وفي نفس الوقت عالجت مشكله اساسيه اللي هي شهوه الجوع. طب هل يا دكتور ممكن ان احنا نتناول الاضرار بتاعه السمنه مع الاسباب اللي حضرتك بتذكرها دي الاثنين مع بعض، عشان بس الوقت بدا ممتاز. تناولهم مع بعض. الاضرار بتاعه السمنه طبعا معروفه وهنسردها بالتفصيل، بس بعد ما نقول اللي هو السبب ناقص سببين اللي هم بتوع الغدد، لان دي مهمه جدا. وللاسف الشديد ناس كتير عندها لبس في الموضوع بتاع الغدد، بالذات الغده الدرقيه، او لو حصل مشكله في معدل التمثيل الغذائي. بعض الناس بيبقى عندها مشكله في معدل التمثيل الغذائي. طبعا معروف ان في غده عندنا اسمها الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي بتفرز هرمون اللي هو T1 وT2 وT4 T1 وT3 وT4 T2 وT3 وT4. الهرمونات دي بيتم تنشيطها ان هي تخرج عن طريق جزء في الغده النخاميه. الساده اللي في الاعداد محضرين تقرير رياضي مع الاستاذ الوتيدي الفولي، نشوف التقرير وان شاء الله نرجع لحضرتك بعد التقرير. لا تقرير عن السمنه هيقدموه لنا ان شاء الله فريق الاعداد، فحضرتك ممكن تشرح الجزء بتاع حضرتك مع التقرير ان شاء الله. تمام. ما هو مرض السمنة؟ السمنة عبارة عن زيادة في نسبة دهون الجسم إلى درجة تؤدي إلى وقوع آثار سلبية على الصحة العامة، من ارتفاع ضغط الدم وصعوبات في التنفس أثناء النوم وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، ناهيك عن آلام المفاصل
والنوع الثاني من السكر، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النفسية. تحدد السمنة عن طريق مؤشر كتلة الجسم، فإذا كان مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 30 فهذا يدل على السمنة، وما قل عن 18.5 فهو أقل من الوزن الطبيعي. يجب أن يتراوح مؤشر الكتلة للوزن الطبيعي ما بين 18.5 إلى 24.9، وما زاد عنه بما لا يتجاوز 29.9 فهو مؤشر لمرحلة البدانة. إن كان مؤشر كتلة الجسم بين 30 إلى 34.9 فهو يعد من الدرجة الأولى من السمنة، وإن كان بين 35 إلى 39.9 فذلك مؤشر على السمنة من الدرجة الثانية. وأما ما زاد عن ذلك أي وصل إلى 40 وأكثر فهو يعد من المرحلة الثالثة من السمنة. خيارات علاجية. الطرق الأولية والتقليدية في علاج السمنة تكون عبر اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة، وفي بعض الأحيان يمكن اللجوء إلى الدواء بمرافقة الحمية الغذائية والرياضة، مثل الأدوية التي تعمل على تقليل امتصاص الدهون من الطعام أو تعمل على تقليل الشهية، بالإضافة إلى المكملات الغذائية من مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الجذور الحرة، فبالتالي تعمل على تسهيل عملية نزول الوزن. خيارات جراحية. في حال فشل الطرق التقليدية نلجأ إلى الطرق الجراحية التي تبدأ ببالون المعدة. تتم هذه العملية بتخدير موضعي مما يمكن المريض من مغادرة المستشفى في نفس اليوم. أما الخيار الآخر فهو ربط المعدة. تتم هذه العملية بالمنظار الجراحي مما يسهل المعافاة بعد العملية. ورجعنا لكم بعد التقرير ده. حضرتك ده يعني بعلاج السمنه ملخص طبعا المشاكل اللي بيعاني منها المشاكل وعلاج السمنه. طبعا مريض السمنه دوت بيبقى ضحيه، وانا بقول ضحيه لان العيان جاله الضغط، جاله مرض، جاله سكر، جاله مرض، جاله كبد، جاله مرض، جاله مرض، لكن عيان السمنه دوت عرضه ان هو يجي له كل الامراض دي في نفس الوقت. فلذلك السمنه بنقول عليها ريسك فاكتور، او بتبقى احتمالات ان يجي جميع الامراض المتوطنه اللي موجوده عندنا دي بتبقى عاليه قوي في مريض السمنه. بنكمل طبعا احنا الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث شهوه الاكل. احنا قلنا لما بيحصل لخبطه في عمليه التمثيل الغذائي اللي هو حصل لخبطه في الهرمونات، ودي بعض للاسف الشديد بعض الناس بتتصرف مع الموضوع ده بطريقه غلط جدا. يعني لو واحد مثلا عنده كسل او لخبطه في الهرمون اللي مسؤول عن معدل التمثيل الغذائي اللي هو بتخرجه الغده الدرقيه دوت، طبيعي قوي او معظم الناس بتتصرف معاه ان هي بتاخد العلاج بتاع الغده وفي نفس الوقت بتمشي على نظام رجيم، والموضوع ده غلط تماما. وناس كتير مش واخده بالها منه. انا سالت حضرتك لان حضرتك ما شاء الله خطأ كارثي. خطأ كارثي لان دوت بيؤدي ان احنا ندخل في حاجه اسمها دايره مغلقه او فيشس سايكل بالنسبه لموضوع الغده الدرقيه. اول علاج لو عيان طلع عنده كسل في موضوع الغده الدرقيه نعمل حاجه اسمها ستوب دايتنج، لازم توقف الرجيم، لازم توقف الرجيم. المفروض ده حاجه بديهيه ان انا اعالج المشكله وبعد كده ابتدي ان انا اعمل رجيم. طلع عندي الغده الدرقيه اوقف الرجيم، اخد علاج الغده الدرقيه، او لو همشي على نظام غذائي بعض الحالات تيجي تقول لك يا دكتور ماشيين على نظام انا مش عارف اكل لوحدي، فتدي له نظام سعراته الحراريه عاليه، نظام يكون عالي كانه مش ماشي على رجيم، بس انت جاست ان انت بتنظم له اكله وبتدي له احتياجات جسمه كلها في النظام ده، لكن ما يبقوش نظام غذائي. ياخد نظام غذائي عادي لكن مش نظام رجيم اللي هو خاص بالتخسيس. يبقى الناس اللي هي بتعاني من مشاكل معينه ناتجه عن خلل في الغدد ونلعب رياضه لو نقدر مع العلاج بتاع الغده الدرقيه. نوقف رجيم. دي طبعا انا متاكد ان هي مفاجاه بالنسبه لناس كتير ما كانتش واخده بالها من المعلومه دي، طبعا نتيجه للاسف اعتمادنا على في ان احنا ناخد العلم بتاعنا من صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت المزيفه اللي بيدخل يكتب فيها اي حد. يبقى اول جزء المفروض حضرتك بتنصح الساده المشاهدين بيه، بيروح للطبيب بيعمل كشف ايه سبب السمنه، ايه السبب الرئيسي للسمنه، فلو كان في خلل من اي من الغدد يبتدي ان هو ممكن نعالج السبب بس الجسم يتظبط من غير رجيم ومن غير حاجه. ده اللي احنا بنتكلم فيه. لذلك ما ينفعش ان احنا نعتمد في عمليه علاج السمنه على النت. ما ينفعش ان احنا نعتمد على برامج التلفزيون. انا بستغرب ما ينفعش ان انا ادي نظام في التلفزيون كده مناسب لجميع الناس. لا صعب. كل حاله لازم نتعامل مع كل حاله
لان هو دي مش لازم يعني، ده هو ده كل حاله فعلا مختلفه عن ده الحاله المثاليه، الثانيه. ده المثاليه. ما ينفعش ان انا ادي لحالتين نفس النظام م. الا اذا كانت ظروفهم الاثنين متماثله، وده بيبقى في الغالب ما بيحصلش بالنسبه لناس كتير. يا بس عشان الساده المشاهدين يكونوا متابعين معانا، ان هو لازم الاستعانه بطبيب تحديد السبب الرئيسي للسمنه، علاج السبب الرئيسي دي ملخص مرتبطه الحلقة. بالتمرينات الرياضيه. دي ملخص الحلقه بتاع النهارده. اخر حاجه بس حابب ان انا اتكلم عنها النهارده بالنسبه للسبب اللي بيؤدي الى حدوث شهوه الجوع لو حصل لخبطه في الهرمونات اللي مسؤوله عن الاحساس بالجوع والشبع. عندي 4 هرمونات رئيسيين ممكن يلخبطوا لي الموضوع ده. هرمون اسمه الجيرلين، ودوت بيتفرز من البطن لما المعده لما بتفضى من الاكل بيؤدي الى الاحساس بالجوع. الهرمون الثاني اللي هو الليبتين، دوت الخليه الدهنيه بتفرزه لما بيحصل عمليه الاكل، بيؤدي الى حدوث الاحساس بالشبع. في برضه هرمونين تانيين بيبقوا مسؤولين عن عمليه الاحساس بالجوع والشبع، اللي هو التستوستيرون ودوت هرمون طبعا الذكوره، وهرمون الاستروجين ودوت الهرمون الانوثه عند الستات. بيحصل لخبطه في الهرمونات دي بالذات في هرمون الليبتين لما عند الناس اللي هي تخنت بالفعل. الخلايا الدهنيه بتفرز ليبتين كتير، يبتدي يحصل ريزيستنس له او مقاومه من الجسم الهرمون الليبتين دوت، فيبتدي ان هو يتفرز اكتر، فالجسم يحس ان هو جعان اكتر، فتبتدي تدخل في دايره مغلقه وهكذا. برضه بعد سن 40 سواء عند الرجاله او عند الستات هرمون التستوستيرون بيقل عند الرجاله، وهرمون الاستروجين بيزيد عند الستات، فتبتدي عند الراجل يبتدي تتراكم الخلايا الدهنيه ويحس بالجوع، وعند الست تتراكم الخلايا الدهنيه وتحس هي كمان بالجوع. ضروري قوي واحنا بنعالج الهرمونال امبالانس دي او لخبطه الهرمونات بنركز على حاجه واحده بسيطه خالص. يعني لو انا عرفت ان سبب السمنه عند الشخص اللي قدامي دوت لخبطه في الهرمونات، حاجه واحده بسيطه خالص، ان انا اديله خضار وفاكهه كتير بين الوجبات، يبقى انا كده ظبطت الهرمونال امبالانس عنه، واقلل له اي حاجه الجلايسيميك اندكس بتاعها او المعدل الجلوكوز فيها عالي، سواء كانت سكريات او سواء كانت نشويات. الموضوع ده بيظبط العمليه الهرمونيه عنده، وبالتالي بيؤدي الى ان هي تقليل عمليه شهوه الجوع عنده، وبالتالي كسبب ثانوي لشهوه الجوع اللي هو عمليه السمنه. تمام يا دكتور. نبتدي نخش في جزء مهم جدا. احنا يمكن التقرير ناقش الجزء بتاع العلاج. تمام. نخش بقى في التدريبات الرياضيه، وازاي بنستعمل التدريبات الرياضيه بطريقه مثاليه ان انا اعالج السمنه. حضرتك ذكرتها. ممتاز جدا جدا جدا، وانا كنت حابب ان انا اتكلم عن الموضوع ده باستفاضه في حلقه لوحده، ولكن نحاول على قد ما نقدر نلم الدنيا ونوصل للساده المشاهدين الفكره، لان ده مهم جدا. زي ما قلنا ان النظام الغذائي لازم يبقى على ايد مختص في الموضوع، هو اللي يحدد السبب ويبتدي يمشيك على نظام غذائي مناسب. نفس الكلام في الرياضه بالظبط. الرياضه اللي بنشوفه في الجيمات واللي بنشوفه الناس اللي بتلعب رياضه بتخلي الحاله تسوء اكتر منها تتحسن. بمعنى ايه؟ لو الرياضه ما كانتش على البروتوكول دوت، يعني واحد جاي لي مثلا يلعب رياضه، اللي جاي يخس غير اللي جاي يتخن، غير اللي جاي يلعب ايروبكس علشان يزود اللياقه بتاعته. طبعا هو تاكيدا لكلام حضرتك، يعني في جزء معانا رياضي. هنشكر حضرتك على الجزء اللي حضرتك قدمته في حلقه النهارده يا دكتور. ربنا يكرم حضرتك. وهنترك الساده المشاهدين مع تقرير الاستاذ الوتيدي الفولي مع تقرير. مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، اهلا بيكم وفقره رياضيه جديده من ساعه رشاقه. فقرتنا النهارده هنتكلم على تمرينات السوبر ست مع كابتن ايهاب سيف، مدرب بناء الاجسام. كابتن ايهاب مساء الخير عليك. مساء النور. ايه بقى تمرينات السوبر ست؟ كفكره تمرين السوبر ست، هو هنقول كبساطه كده للناس، ده نوع من انواع التدريبات، لان العضله بيحصل لها زي نوع من انواع الروتين لما بتفضل تتمرن على نظام تمرين واحد. تمام. فده نوع من انواع التدريبات اللي بنغير بيه روتين التمرين، بيعمل استثاره زايده للالياف العضليه، لان انا بالنسبه لي عشان اعمل ضخامه العضله بحاول واستثير كل الالياف العضليه اللي موجوده داخل العضله. تمام. طبعا الموضوع ده بس ما بيحصلش بسهوله. تمام. فهنشوف تمرينه دلوقتي لعضله البايسبس، العضله الاماميه للدراع. تمام. مكونه من 3 تدريبات. هيكون التدريب طبعا المفروض ان في وقت راحه بين التدريب والتدريب، هنا مش هيكون في راحه. تمام. والعدد
تقريبا هيكون 20 عده في المجموعه الواحده. ده معنى كده يا كابتن ايهاب ان اللاعب مستواه بيبقى اللعبه دي مستواه متقدم طبعا، مش مبتدئ، لازم يكون مستواه متقدم عشان يقوم بالتمرين زي ده، لان لازم يكون العضله فيها قوه تحمل تقوم بالتمرين ده لانه مجهد جدا. تمام. لو لاعب مبتدئ ممكن يحصل له تمزق عضلي، التهابات عضليه تعمل له مشكله. تمام. نشوف مع حضرتك. ماشي. هنا تمرين زجزاج بيشتغل على 3 مراحل، مرحله من النص تمام من تحت لاسفل تمام، وفي مرحله كامله وفي مرحله نصف علويه، يعني بيشتغل ب3 اشكال تمام. وهنا بنقول تمرين ارتكاز على الفخدين بيعمل تكوير عضل تمام. هنشتغل ال3 تدريبات هيغيروا اللعيبه تمام، هينقل كل لاعب على تمرين زميله تمام بدون راحه تمام. هنا زي ما احنا شايفين هو خد نص تكراره من تحت 6 عدات و6 عدات من فوق، وخد بعد كده 6 عدات العدد كامل، انقباض وانبساط كامل تمام. طبعا بشغل الجزء العلوي في العضله والجزء السفلي، بعدين بشغل العضله كامله تمام. تمام. انقل يلا. طبعا زي ما انتم شايفين هينقل هنا بدون راحه تمام. يلا نفس التدريب، ها تبادل ايوه. هنا نص عضله من تحت تمام، ده النص السفلي، شغل الجزء السفلي للعضله تمام. كده بيشغل النصف العلوي تمام. وهنا تمام غير تمام، غير دراع، اشتغل على النصف، يشتغل تكراره كامله كده، بيشغل الجزئين مع بعض تمام. بس اغير تاني يا شباب، ننقل المجموعه تمام. طبعا زي ما احنا شايفين احنا هنا خدنا كل واحد تقريبا خد مجموعه على كل شكل تمام. طبعا هنعيد الدوره دي حوالي 3 مرات، يبقى كده خد حوالي 9 مجموعات. 9 مجموعات. العدد في المجموعه الواحده حوالي 20 عده تمام. طبعا بدون راحه، دي طبعا مش عايز اقول لحضرتك العضله بتكون مولعه، يعني في قمه انها عندك توتر عصبي غير عادي، العضله بتحرق بمعنى اصح. فاهمني؟ تقريبا بيبقى وقت ده اللي احنا بنتكلم فيه، مثلا اكتر من ربع ساعه، ما بتاخدش 5 دقائق التمرين على بعض. التمرينه اصلا الطبيعيه ان احنا بناخد في تمرينه الباي 15 ل 20 دقيقه، ممكن التمرينه الطبيعيه دي هتاخد معانا حوالي 5 دقائق، مش هتعدي اكتر من كده. يعني التعديل على اكتر من مرحله بياخد 5 دقائق بالظبط. مش هتاخد وقت خالص، يعني هو دلوقتي خد مرحله تمام، وهيرجع يلف تاني مره ومره ثالثه بس مرات. ده الموضوع تمام. نفس التمرين ده ممكن نعمله بدله لعضله الترايسبس، عملنا للبايسبس ممكن نعمله لعضله الترايسبس، بيتعمل لعضلات الصدر، عضلات الكتف، عضلات كل عضلات الجسم ممكن نعمل لها تدريب سوبر سيت، وليه طبعا طرق مختلفه تمام. يعني كل واحد وليه مدرسته في الموضوع ده تمام. بس فكل مدرب يعني هو بيحب طريقه معينه بيكون هو اشتغل بيها او شايف انها مؤثره معاه، فهو بيحب يشتغل بيها مع اللعيبه بتاعته. ممكن يا كابتن ايهاب بعد ما بيخلصوا السوبر سيت يبقى ياخدوا راحه ولا طبعا احنا قلنا قبل ما بيبدا لازم يكون عامل احماء كويس، عامل استرتشات كويسه جدا ومرونات للمفصل، لازم تكون العضله عامله اطالات كويس عشان يقدر يستحمل. واول ما يخلص بيعمل استرتشات لعضلات الدراعين تمام، ممكن نعمل منها جزء دلوقتي حالا. بعد لسه نعمل استرتش معايا، اقف انتوا الاثنين، افرد ايدي كده تمام، وامسك كف ايديا بايدي الثانيه واشد ايدي واثبت. 1 2 3 4 5 6. الدراع الثاني 1 2 3 4 5 6. اعكس ايدي لتحت نفس التمرين واسحب. 1 اعكس ايديك لتحت 2 3 4 5. الدراع الثاني 1 2 3 4 5. شبك ايدي افرد 1 2 3 4 5. اريح ايدي استرخاء. بس كده اكون عملت استرتشات، في نفس الوقت عملت تهدئه للعضله بعد التمرين. بس
كده نكون خلصنا تمرين السوبر للبايسبس. شكرا كابتن ايهاب. اشكرك. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده. كنا بنتكلم على تمرينات السوبر سيت، وبنقول كابتن ايهاب قال مش اي حد بيمارس هذه التمرينات، لازم يكون المستوى بتاع الرياضي مستوى متقدم. اشوفكم ان شاء الله في فقره رياضيه اخرى وساعه رشاقه. حتى ذلك الحين دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. day